كنت لسه عروسة جديدة، وطبعا متعرفة على الجيران الجداد. هم اللي دايما بيبدأوا بالصداقة، وكانوا دايما بيجي يسألوا عليا. وجارتي كانت دايما باستمرار كل يوم لازم تيجي تطمن وتجيب معاها حاجات حلوة كتير. طبعا جوزي كان مستغرب جدا الطريقة، ولكن أنا قلت يمكن هم ناس يعني كويسين، أهلي كرم وكده. وكان واجب عليا إن أنا أرد نفس الزيارة وأخد معايا برضه حاجات كتير زي ما جوزي قالي، عشان طبعا ما احنا مش أقل منهم. وبدأت علاقتنا من هنا، واتفاجأت بإن هي بتقولي في يوم من الأيام طلب غريب جدا عمري ما تخيلت إن هي ممكن تطلبه مني. الصراحة هو على قد ما فاجئني، على قد ما استغربت الجراءة بتاعتها. هما ناس ميسورين الحال، ويعني معندهمش أولاد، وأنا كنت لسه عروسة حوالي بقالي كام شهر، ولسه طبعا مفيش بيبي ولا حاجة. وأنا وجوزي مش بنفكر في الموضوع ده أصلا، دايما طول الوقت مركزين على ازاي ننبسط وازاي تكون حياتنا سعيدة، عشان نقدر نستمتع بكل لحظة فيها. في حرية الخروج، وحرية الأكل، وحرية الراحة، وحرية الشرب، وحريتنا دايما لما بنكون مع بعض. حاجات كتير جدا عارفين ان احنا الاتنين ومتأكدين ان الأطفال هتمنحها وهتغير حاجات كتير في حياتنا. احنا مش مانعين طبعا، ولكن احنا عارفين الكلام ده، فبنستمتع بكل لحظة واحنا لسه في بداية حياتنا. انا بقى من النوع اللي يحب النظام قوي، يعني جوزي معروف ميعاد شغله قبل ما بيجي، بكون مروقة الدنيا ومروقة الغدا جاهزاه ومحطوط كمان على السفرة. وفي نفس الوقت برضو أنا مروقة نفسي على الآخر وجاهزة، لأن هو اللي بيطلب مني كده. بيقول لي عايزك دايما أجي من بره ألاقيكي جاهزة على سنجة 10، ومفيش حاجة اسمها أي وقت أقولك يلا تقولي لي لأ. لازما أجمل حاجة في اللحظات دي إن أنا وقت ما بقول يلا بيكون في إحساس بالسعادة والمتعة واللذة. ودايما فعلا انا قلت له كده، وانا كمان ما عنديش مانع ابدا. وكل رتم بقى هو متعود عليه كنت بمشيه كل يوم. شقة متروقة، غدا معمول، أنا كمان مهتمية بنفسي. بيته كده كله راحة وسكينة، ما بتكلمش معاها في أي مشاكل ولا في أي حاجة تخص الشغل. أنا كل اللي يلزمني مادام طلبات بيتي ماشية، وأنا كمان مش ناقصنا حاجة، ما يهمنيش غير بعد كده سعادتي بقى وبس. وهو ده بالظبط النظام اللي أنا كنت ماشية بيه معاه. ومشيت الدنيا على كده، واتفاجئت بقى بجارتي في يوم قالت لي محتاجة اقعد معاكي، ويا ريت بكرة لما جوزك يروح الشغل وانا كمان جوزي ينزل، عايزاكي تبقي تيجي عشان يعني نتكلم مع بعض كده في موضوع مهم اوي. استغربت جدا الصراحة. هي كانت في مرة عشان تبدأ الكلام معايا كانت بتسألني لو ليكي أخت زي القمر زيك كده، عندي ابن أختي بيدور على عروسة. قلت لها الصراحة في، بس هم اتجوزوا كلك، يعني أنا كنت آخر واحدة. ومن ساعتها بقى أنا متكلمتش معاها في حاجة في ناحية الموضوع ده. فقلت أكيد إن هي عايزة تفتح الموضوع ده تاني، تقولي مثلا شوفي حد تبعك ولا كده. ما جاش في بالي أبدا الحاجة اللي هي طلبتها مني. جيت الصبح جوزي فطر وغير هدومه ونزل شغله، وكمان ركزت مع جوزها. عرفت ان هو كمان نزل وراح الشغل. بعد كده خلصت كل اللي ورايا وعملت الغدا وروقت الدنيا، عشان قلت لو طولت عندها في الشقة جوزي لما يرجع ما يلاقيش اي حاجة متغيرة ويتضايق. انا بكون حريصة جدا على انه يكون سعيد ومبسوط، لان سعادته وانبساطه بتعود عليا انا كمان بالانبساط وزيادة. المهم أخدت بعضي ورحت عند جارتي، وطلبت مني بتقولي انتي الصراحة جميلة قوي وعجباني، وعايزاكي تكوني ليا انا وجوزي. استغربت جدا الكلمة، قلت لها يعني ايه؟ كلامك مش واضح، ممكن توضحي اكتر من كده؟ فقالت لي تمام، من الاخر كده احنا بنعمل شغل حلو قوي بيجيب فلوس كتير جدا جدا، وانا شايفة ان انتوا لسه عرسان وفي بداية حياتكم وعايشين بالايجار، وجوزك يعني ظروفه برضو طالع من الفرح عليه فلوس كتير، فما فيهاش حاجة لو انت ساعدتيه. اللي بتحب جوزها بجد بتحاول تساعده وكمان تقف جنبه. قلت لها يا ريت توضحي كلامك اكتر. قالت لي احنا بنقدر نتواصل مع ناس ثقة وبنعمل شغل كويس جدا، ممكن يجيب لك فلوس حلوة قوي. والصراحة انت شكلك وجسمك وكلك ودمك الخفيف ويعني طريقتك وكل حاجة جميلة جدا ومناسبة للموضوع.
فانا قلت ان انا اقترح عليكي يعني الفكرة والشغل، ولو انتي وافقتي مفيش مشكلة، ممكن تحددي الميعاد اللي نبدأ فيه. استغربت جدا جرأتها وكلامها معايا، وطبعا كان اول كلمة ورد عليها ان انا قلت لها كلام يضايق جدا، وسبتها ومشيت وقلت لها لو سمحتي ما تخبطيش على بابي تاني، عشان لو عدت الكلام ده عليا مرة تانية انا هضطر اقول لجوزي. في الوقت ده طبعا هي قالت لي اوكي خلاص براحتك، ممكن تقدر انك ما سمعتيش حاجة، وسبتها ومشيت ورحت شقتي. عايزة اقول لكم حرفيا ما بقتش قادرة استوعب الكلام اللي هي قالته لي، وبقيت مستغربة جدا ازاي جابت الجرأة انها تطلب مني حاجة زي دي. وقفت قدام المراية بصيت لنفسي كويس جدا وانا بجهز نفسي قبل جوزي ما يجي، وركزت قوي في كل التفاصيل اللي هي قالتها، ولقيت ان فعلا عندها حق، ان انا فعلا في حاجات كتير ممكن ان هي تنفع وتظبط الدنيا. لكن طبعا مستحيل ان انا افكر في موضوع زي ده. طيب فكرت كتير بيني وبين نفسي اقول لي جوزي ولا لا، خفت طبعا جدا ان انا اقول له بعد كده يحصل لي مشاكل كتير، وبعد كده طبعا ما اقدرش احوش على وجع الدماغ اللي هيجيلي، وهيقول لي ان انت السبب لان انا قلت لك من الاول مالكيش دعوه بحد، لكن انت اللي صممت انك ترد الزياره وانك تكبري الموضوع ونبقى فيه مروح ومجي، وانت اللي عرفتيني على جوزها وعليها. المهم فضلت افضل ان انا ما اتكلمش، ومرت الايام، وفي يوم جوزي جاي متضايق جدا من بره ومش طايق نفسه، ولما ضغطت عليه بالسؤال اتفزع عليا واتكلمني بطريقة مش حلوة، ويعني حصل بينا مشادة. المهم سبته لما هدا وكده، وبعد كده تاني يوم منزلش الشغل في ميعاده، ولقيته بيقول لي سيبيني. رحت اصحيه في ميعاد الشغل، قال لي سيبيني مش نازل الشغل. طبعا بعد كده اللي عرفته منه لما اتكلمت معاه ان حصل بينه وبين صاحب الشغل اللي هو بيشتغل عنده مشاكل كبيرة جدا. جوزي شيف، يعني شيف يعني طباخ، بيطبخ اكل وكده وحاجات من ديت في مطاعم، شيف كبير. المهم حصل بينهم خلافات، وكان الموضوع كبير جدا بسبب ان كان في مشكلة خاصة بالشغل، وقعد ومبقاش يروح الشغل. ومن ساعة ما قعد وانا حرفيا حياتنا كلها اتدهورت، لا بقينا في فلوس للإيجار ولا بقى في فلوس للأكل والشرب، بقينا على طول خناق، بقينا على طول متضايقين، كل واحد فينا بقى قاعد في أوضة. فرجعت أفكر في اللي هي قالتهولي، ومرضتش برضه أقول لجوزي حاجة، وفضلت الصراحة لما شكله صعب عليا وبقت حياتنا كلها ممكن مهددة انها تتدمر، وكنت لسه عيلة صغيرة، يعني 23 سنة، يعني سن برضو يعني ايه اللي هو لسه مش عارفة اوي الصح من الغلط. بالذات ان انا جيت من بيت اهلي دوبك خلصت دراسة، وما كنتش بروح لا هنا ولا هنا، وطلعت على طول على بيت جوزي، فما عنديش خبرة كافية، فاضطريت اروح اطلب منها فلوس سلف. فطبعا هي رحبت جدا وقالت لي اللي انت عايزاه وعناية ليكي وكده، من 1000 ل100 ألف زي ما انت عايزة. المهم طلبت منها طبعا 100 ألف جنيه، وقلت ان انا جوزي ممكن يشوف مشروع او حاجة يعني ان هو يتعامل فيها، ولكن هي طلبت مني ان انا اديها ايصال او حاجة ضمان لفلوسها يعني. الصراحة وافقت وما ترددتش، ورحت واديت الفلوس لجوزي وقلت له ان هي منها، وعملت لها كذا كذا. طبعا في الاول جوزي حصل مشاكل كبيرة قوي، وقال لي اللي عملتيه ده غلط وكان لازم ترجعي لي. قلت له لو كنت رجعت لك كنت اكيد هترفض، ولكن حياتنا لازم تمشي ولازم امورنا كلها تتعدل، لان بالطريقة دي كده كل واحد فينا هيبعد ويروح بعيد عن التاني، وانا بحبك جدا ومش هقدر استغنى عنك. لقيته الصراحة حضني جامد وطبطب عليا وقال لي شكرا انك دايما بتفكري فيا، ويعني حاجات كتير اوي من الحاجات دي. وبدأت الأمور تمشي، وفعلا بدأ يخش بالمبلغ شريك مع واحد صاحبه، جابوا عربية حلوة وبقوا يشتغلوا عليها نظام ورديات، وطبعا بالنص بينهم وبين بعض. الموضوع بدأ يجيب لنا فلوس حلوة قوي، وعيشتنا ترتاح خالص، وندفع إيجارنا ونلبس أحسن لبس وناكل ونشرب ونخرج، وكمان نعيد في المبلغ كويس.
طبعا بعد شهر والتاني والتالت بدأت إن هي تطلب مني المبلغ بالفوايد بتاعته، وتهددني وتقولي لو مرجعتيش الفلوس عليها 100,000 كمان. الصراحة أنا هضطر إن أنا أعمل الإجراءات اللازمة. طبعا ضغطتني جامد، واللي خلتني أنا اللي رحت بنفسي، وخفت طبعا إن أنا أقول كده لجوزي يحصل مشاكل، ورحت لها وقلت لها إن أنا موافقة على اللي انت طلبتيه مني، بس عايزة أعرف ايه طبيعته بالظبط وهعمل ايه بالظبط، وكمان الأجر بتاعها هيبقى ايه. مش عارفة ازاي اتجرأت وعملت خطوة زي ديت، وما كنتش أتوقع أبدا إن الموضوع هيتطور معانا بالشكل ده. وفعلا بدأت حكايتي معاها هي وجوزها، وبدأنا نعمل الحاجات دي، نمشي الدنيا والشغل يعني بالطريقة اللي هم قالوا عليها. وكل يوم والتاني الموضوع يكتر وفلوسه تكتر وتزيد، بقى معايا فلوس كتير جدا، بس جوزي ما كانش يعرف عنها أي حاجة. وفضلت إن أنا أحوش في فلوس وأعمل معاهم شغل زي ما هم طلبوا بالظبط. وفي يوم بسبب حد يعني من اللي كان بيشوفنا واحنا بنعمل الشغل ده، طلب إن هو عايز يتجوزني، ولكن قالوا له يعني ان انا متجوزة، ولكن هو صمم ان لو انا ما اتجوزتوش وسبت جوزي هيضطر ان هو يبعت له الحاجات اللي معاه من ضمن الشغل اللي كنت بشتغله انا هي وجوزها وبيوصل له. هو حد ثري جدا ومبسوط، وقال لي اي مبلغ انت محتاجاه، بس انت من الاخر كده عجباني وانا عايزك اتجوزك وعايش معاكي. المهم بقيت مش عارفة اعمل ايه، الموضوع كان ضغط قوي جدا، وكمان كله اغراء بسبب الفلوس. وطبعا جوزي في وسط كل ده ما يعرفش اي حاجة. وطبعا عشان انا برضو كنت بحاول ان انا اساعده، يعني كنت في بعض الاوقات بقوله ان انا جبت فلوس من بابا مثلا من حقي او من ورثي، بيديني كل مدى مبلغ، وعشان ارتاحت فوق ما اي حد ممكن يتخيل. ده غير الحاجات الكتير أوي اللي كانت عندي لبس ودهب وحاجات كتير أوي كنت مخبياها من وراه. طبعا في الوقت ده اضطريت ان انا اروح اطلب فعلا الطلاق من جوزي، لكن الصراحة انا بحبه جدا، وهو ما كانش مصدق نفسه ومش قادر يستوعب ازاي ان انا بطلب منه طلب زي ده، ومش داخل عليه ان انا خلاص عشان ما بقتش قادرة تكمل وكده، وان انا ما بحبوش، لان هو كان متأكد 100% ان انا بحبه، وان انا ممكن اعمل اي حاجة في الدنيا عشان خاطره، وعشان ان انا ما اقدرش ابعد عنه. وهو ما كانش مقتنع أبدا، ولكن لما صممت هو وافق على الطلاق، ولكن قال لي مش هسيبك ولازم أعرف إيه السبب. وسبته فعلا، وبعدها ب3 شهور قبل العدة ما تخلص رجعلي تاني هو، وحاول إن هو يرجعني، ولكن الصراحة أنا كنت في كل مرة بتألم جدا كل ما بيجي يسأل عني، ويحاول إنه يرجعني ويتكلم معايا ويديني فرصة عشان أرجع تاني في القرار اللي أنا أخدته. حياته كلها عرفت إن هي اتدمرت، وما بقاش بيشتغل، وبقت حالته النفسية والصحية وحشة جدا، وكل ده بسبب. وطبعا ما بقتش عارفة أعمل إيه، ولكن كنت مضطرة، وإلا أنا مهددة بفضايح وحاجات كتير أوي ممكن تحصل. وفعلا أول ما عدت العدة بتاعتي جه طلبني اللي كان السبب في كل ده من أهلي، وأخدني وسافرنا بعيد. ولكن اللي عرفته بعد كده، لأن أنا كنت على اتصال بجارتي، إن جوزي حرفيا عارف كل حاجة، وكانت السبب جارتي فهي وجوزها. راح لهم وعمل معاهم حاجات صعبة جدا جدا، وقرر ان هم لو ما نقلوش الحقيقة وقالوا ايه السبب اللي خلاني اعمل كده، هيعمل حاجات صعبة جدا فيهم. المهم هم خافوا واعترفوا له بكل حاجة، وقالوا له عن طبيعة الشغل اللي انا كنت بشتغلها معاهم. وطبعا دي كانت اكبر صدمة بالنسبة لي، ان هو يعرف حاجة زي دي. طبعا راح اتوعد لي عند اهلي بحاجات كتير جدا لو انا رجعت. وبصراحة انا بقالي دلوقتي اكتر من 5 سنين، والراجل اللي انا كنت متجوزاه سابني وبقيت حرة، ولكن المشكلة في ان انا مشتاقة جدا ارجع لبلدي واهلي، ولكن خايفة جدا من جوزي، ومش عارفة ممكن اعمل ايه، يا اعيش حياتي كلها بعيدة عن اهلي وبلدي، يا اما ارجع واواجه مصيري معاه. خايفة جدا ساعات تجيلي الجراءة
وأحس إن أنا لازم إن أنا أرجع وزي ما تيجي تيجي، وساعات كتير أقول لأ مش هينفع، مع العمر برضه مش بعزقها. ياريت لو حد عنده نصيحة ممكن يفكر ويقولي ممكن أعمل إيه، أرجع يا ترى ولا لأ، ولا مرجعش وأكمل حياتي برا. الصراحة أنا كرهت جدا الموضوع ده ومبقتش حباه لا بجواز ولا غير جواز. بعد فراق حبيبي حسيت إن الدنيا كلها بقت عندي متسواش حاجة ولا حتى كل الفلوس اللي عندي. وهي دي كانت قصتي.